السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد في فضاء رائد. طليت عليكم اليوم بغوسات هايله بزاف بزاف. شو الفيديو على قد ما حبيت نطول فيه ما حبش يطول لانه اساسا لا غوسه تاعنا خفيفه ظريفه. ليه توجد هي باستا ولا مكرونه. يعني لا غوسه هايله بزاف بزاف ما شاء الله. نجربوها تبعوا معايا الطريقه. اول حاجه كيما العاده واش درنا حنا جبنا مكرونه تاعنا اي نوع. غليت الماء حطيت فيه ملعقه كبيره تاع زيت وخليتها تغلى لي ولا طيب لي لمده تاع 10 دقائق ماكسيموم. كي خلصت نحيتها وخليتها تقطر. من جهه خلاف جبت قدره حطيت فيها ملعقه كبيره يعني تاع طماطم مصبره مع ملعقه تاع زيت عفوا. وخليتهم يتقلاو مع بعضها مليح. كي تقلاو لي لها 3 سنينات توم. خليتها شوي تقلى بزياده. من بعد زدنا لها التوابل تاعنا اللي هي توابل الشاورما كالعاده اللي ما نستغناش عليهم وعني ملح وفلفل اسود هذا مكان. كي تقلات لي شويه حكمت زدت عليها حوالي كاس تاع ما. شوفوا المقارنه اللي استعملتها لهنا راهي 250 غرام باه ديروا حسابكم فقط. قلت لكم حطيت عليها من بعد واحد الكاس هكاك تاع الماء. كي هز لي شويه تاع الغليه عاودت لحت المقارنه تاعي. شوفوا ما كانش اسهل من لاغوسات هذه. جربت درت معاكم من قبل المقارنه بلا صوص بلونش. درت معاكم غراتا من قبل. هادو كامل ساهلين ماشي ساهلين بصح هذه اقتصاديه وهايله هايله هايله. الذوق تاعها هايل بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتفهموا كلامي. ماهيش سريعه برك. قلت لكم ماناش نحوسوا غير على السرعه برك. نحوسوا على السرعه ونحوسوا على البنه. بالمناسبه نرحب بكل اخت انضمت للقناه في الايام هذه الماضيه. مرحبتش بكم ان شاء الله تكون الثقه اللي حطيتوها فيا في محلها. ومرحبا بكم مره خلاف. اللي مازال ما انضموش تاني للقناه نقول لكم واش راكم تسناو. نتمنى ان شاء الله تنضموا وتكبر العائله تاعنا اكثر واكثر. حطيت المكرونه تاعي ساعه نطلع عليها نقصت النار اخلاص. كي بقات لي المرقه شويه برك واش درت. جبت فرماج رابي حطيته عليها من فوق. اي نوع عندك لهنا راني خادمه بنابولي انايا. اي نوع عندك حطيه من فوقه ومن بعد عاودي اغلقيه جوست كي تشوفيه داب. انا كانوا عندي لهنا قطع يعني بقاو لي كي درت من قبل البرجر. حطيت ثاني الفرماج شارح. اذا ما عندكش ما كان حتى مشكل حطيها. اذا ما عندكش خلاص فرماج قطع حطيه مكعبات برك. اغلقي كي تشوفيه داب خلطيهم ما تخليهمش هكذاك وقدميها طول. كنت تحسبي نص ساعه ما كاش. نقول لكم نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. لقاءنا في موعد جديد ان شاء الله. السلام عليكم.